شيء مهم جدا لازم يكون عندك يقين فيه مع ابنك المشتت، وهو إنك تدوري جوه شخصيته على نقط القوة بتاعته وتركزي عليها وتبرزيها وتخليها هي اللي تكون واضحة. الطفل المشتت مش بيكون ضعيف في كل حاجة، بتلاقي عنده نقاط قوة هو متميز فيها، بس انت من كتر مشاكله مش شايفاها. التركيز على المشاكل بيزودها مش بيقللها، حتى لو كنت تقصدي انك مركزة عليها علشان تحليها. التركيز على المشاكل بيخلي العقل الباطن عند الطفل يؤمن بيها، وانه هو كده، وانه فاشل او مش بتاع مذاكرة او مش بتاع التزام، ويبدأ يتعامل من خلال النضارة اللي تم التركيز عليها. المشاكل دي انت بتعرفيها عشان تعرفي تتعاملي معاها ازاي وتطوري مهاراته ازاي، مش بتعرفيها علشان تفضلي تسمعيها لطفلك طول الوقت. بس جربي كده، لو لاحظتي ان ابنك نقطة قوته انه كاريزما، دمه خفيف، رسام شاطر في مادة معينة، وبرزتي واتكلمتي وركزتي على النقاط دي، شوفي هو يثق في نفسه ازاي ويقدر يشوف نفسه من أنهي نظارة وينجح ازاي. بس انتبهي علشان التركيز يبقى إيجابي ويديك النتيجة اللي انت عاوزاها وما يبقاش تركيز سلبي، إنك تدي نقطة القوة دي حجمها، لا تهوليها ولا تستهوني بيها، وتستخدميها بشكل واقعي عشان ابنك ما يعتقدش إنك بتقوليها كده علشان تجامليه وخلاص فيشك في نفسه، وإنك تكوني مؤمنة فعلا إن دي نقطة قوة عنده، مش بتقوليها تقضية واجب منك، وتلاقي نفسك إن مع تصرفاته اللي مضايقاكي تبطلي تبرزيها وتقولي مهما تغيرش هو مفيش فايدة فيه، لأن الغرض منها إنها تعمل تأثيرها على المدى الطويل، وخصوصا لو كان بقالك كتير بتستخدمي النقد واللوم والتقطيم في معاملتك وخلاص هو بقى مقتنع إن هو وحش. ركزي على نقاط القوة مش على سلبياته.